لا تنتهي. الميه جت، دخلت ان انا اعمل الاكل علشان البنات قربوا يجوا من الدرس، فملحقتش. يا دوبك طلعت البانيه عشان يفك، لان انا كنت عامله كوارع وولادي ما بياكلوهاش، مش راضيين ياكلوها. كلوها قبل كده والله بس المره دي مش راضيين. عملت ملوخيه مامتي كانت جايباها لي لا تخف. وعملت هنا لسه العصفور عامه مش لازم اعريها، فعملت لنفسي سلطه زبادي والستريبس. انا مش بحب اعمل اكل كتير، الاكل كتير بيضايقني ويرخمني كده، وحاسين ان الدنيا صعبه وان العيال مش عارفه تاكل. طب ده ولا ده، وفي الاخر بيحبوا حاجه واحده وما بياكلوش الباقي. فانا ليه؟ الله اكبر الله اعظم. العصر يأذن، نرجع نكمل تاني. انا كنت والله ما فاكره كنت بقول ايه، بس ماشي. خلاص العيال جم وصالح عمال فخلاص هروح احط لهم الاكل ونتغدى واصلي العصر. انا لما كنت فاصله لميت الغسيل بس ما طبقتوش، فهطبقه هطبقه معاكم على العموم. كنت عايزه اقول لكم على البتاع ده، اختراع حاجه حلوه كده صغننه، بتقلب اي حاجه صغننه كده. بنحتاج الموضوع ده كتير، يعني انا ما بحتاجش كبير قد ما بحتاج ده. وهرجع اكمل معاكم، احاول قدر الامكان ان انا يعني اصور الفتره الجايه اكتر. ساعدوني بلايك وشجعوني بكلامكم الحلو. صلوا على النبي كتير وحدوا الله. هروح افتح للبنات. باي. مش باي، استنوني يعني، مش باي خلاص، لا لسه احنا بنقول يا هادي. صباح الخيرات. انا كنت المفروض ان انا هكمل معاكم الفيديو بتاع امبارح، بس حصل كام حاجه كده ما كانتش متوقعه، فمعرفتش ان انا اصور معاكم تاني، فكملت اليوم لوحدي. ودلوقتي احنا تاني يوم وهنبدا مع بعض نقول بسم الله. انا دلوقتي هعمل لهم فطار وهم عاوزين بيتزا، افطروا بيتزا لان جوزي بقاله فتره ما بيتعشاش، ولو بيتعشى حاجه بسيطه جدا من الحاجات الخفيفه عشان بياكل متاخر قوي، فبيتعب لو كل حاجه تقيله. فعلى بال ما يصحى ان شاء الله، يعني ان شاء الله الحق اخلص كل حاجه علشان يعني كل حاجه تعدي ببساطه كده وتكون سلسه. فيلا نقول بسم الله، احضر حاجه بتاعتي ونكمل مع بعض. ابتدي اشتغل بقى الطبق. البنات في الحمام، واحده قدام الحمام التانية واقفه على الحوض. روضه يجي الصيف ومناخيرها تنزف، دي من الحاجات الوحشه والسلبيات بتاعت الشقه، ان الحر بيكون لا يطاق. انا هحضر كل حاجه عشان انا دلوقتي مستعجله صراحه. ثبت التليفون علشان اخلص بدل ما انا بصور بايدي وبعمل بايدي، علشان ننجز شويه. احط الخميره ومعلقه من السكر، والله مش معلقه قوي بس هو بقى يلا. وانا بحب احط زعتر مجفف في العجينه، بيديها ريحه خطيره، بالذات لو فركته كده الموضوع بيروح في حته تانية خالص. فلازم كده تخلي ليكي تركات بسيطه بتميز الحاجه بتاعتك عن اي حاجه تخص اي حد. يلا نبدا. بسم الله. صديقي الصغير بسم الله. نعم. بتتكلمي بنفسك؟ لا. بتتكلمي على التليفون؟ ايوه. انا ده انا ده وروضة ده. ها بص، انا ده بص يا ماما، انا ده وروضة ده. دلوقتي انا مش هعاير، انا هعمل يعني هحط ايه صراحه بطريقه عشوائيه قوي، بس ده اكتر من كيلو دقيق. يلا
رشه كمان. بسم الله. بسم الله. انا كنت في الاول بيبقى عندي زبادي او لبن فبحط بصراحه، بس دلوقتي ما حطيتش. نكمل ما بدأناه. هكمل عجن وانا بعجن هزود يعني شويه زيت. انا دلوقتي مش ماشيه باي معيار في الدنيا. خلصت هغطيها واغسل ايديا. ودلوقتي انا رجعت كل حاجه مكانها وهنضف حواليا وطلعت الحاجات اللي هحتاجها من الفريزر كمان. و علشان الموضوع يبقى اسهل واسرع عشان انا عايزه اخلص. وحطيت قول معايا، حطيت العجينه في الفرن بحيث ان هي تكون مكان دافي تخمر بسرعه ان شاء الله ان شاء الله يعني. والموضوع يكون سريع عشان الحق اخلص اللي انا عايزاه. انا بحلي بالعسل القهوه، والقهوه المقاطعه دي وانا بروق المطبخ لقيت عندي كام واحد مش عارفه اصلا نسيت اقرا الصلاحيه بتاعتهم يكونوا في الاخر يعني بايظين. فانا محتاجه ان انا اضربهم عشان اعمل فوم علشان يبقى الموضوع لذيذ يعني. فهعمل دوشه دقيقتين وارجع لكم. قبل اي حاجه هاخد كوبايه الميه دي علشان جسمي يفك من اي حاجه وابتدي ادخله اي حاجه. انا خلصت القهوه ولسه هكملها وحطيت الستريبس على النار. انا خلطت القهوه، حطيت القهوه على اللبن من غير ما اصور، نسيت او ما خدتش بالي ان التليفون مش شغال. لونها ايه دي؟ دي اورنج. حاجه كده في اللذيذ منه عشان نبتدي اليوم بروقان. وان انا حاولت ان انا عملتي حاجه لنفسك شربتيها، كافئتي نفسك على حاجه خلصتيها. احلى الحاجات ان انا خلصت المطبخ امبارح الحمد لله. ودلوقتي اللي حطيت الستريبس زي ما قلت لكم على النار هشرب قهوه. بعد كده هعمل اللهم صل على النبي، هقطع بصل واعمل الصلصه بتاعت البيتزا في البيت لان انا بحب اعملها في البيت. والبصل احنا بنحب البيتزا عليها بصل متكرمل بس ما يكونش غدبان قوي يعني. هروح اشرب الكوفي وارجع ان شاء الله. مصليتي خلصت القهوه بتاعتي. دلوقتي هروح ابدا اغسل ايديا بقى ونقطع البصل ونصلي على النبي. الصينيه دي المفروض انها تعملها تقطيع واتكسرت وقلت هجيب بلانشه وارميها. جبت البلانشه مع القهوه وبستخدم دي برضه. عارفين لما تفتحوا الحاجه تبقوا هنتوها من كتر الاستخدام. عيني وجعت بس انا بحبها. وصلوها صحي وصباح الخيرات صباح الانوار والحلويات وكل حاجه حلوه. وقولوا لي بتحبوا تعملوا ايه، شاركوني لما بتحبوا تاكلوا حاجه شبه كده. اكيد الناس كلها بتعملها غدا بس احنا عشان تفاصيل كده بسيطه يعني. جوزي ما بيعرفش يلحق البنات كتير ان هم ياكلوا سوا وكده علشان الشغل. هو بينزل قبل الظهر بشويه وبيرجع متاخر قوي فهما بيكونوا نايمين في الاغلب، بيكونوا في الحضانه فما بيشوفوهوش. فيعني بنحاول ان احنا نعمل اي مواضيع كده مع بعضينا. وقرنين فلفل رومي وواحد صغير قوي من الحراق.
ماما هو ده واحد ده وش كده خلصت البصل، هروح احطه على النار. النور قطع وانا لسه بقول يا هادي. طبعا مطلع الفراخ. خليكوا بره، خليكوا بره عشان صالح. خلصت تقطيع الخضار، بس فاضل لي بس الزيتون. دي كمان هنا خلاص جاهزه. انا مش بكرملها قوي، بس انا بخليها تدبل. ودلوقتي هصفيها شويه، مش هخلي فيها زيت كتير عشان المكان بتاعها هحط فيه الصلصه. الحاجه اللي تكونوا عايزينها تخلص وما بتخلصش عشان انتم مستعجلين عليها، هذا هو ما حدث معي اليوم. اتمنى من الله ان الموضوع يخلص بسرعه ويخلص على خير. الجو حر قوي، يا رب النار يجي. الحمد لله، واحده خرجت والتانية اهي. هيمشي دلوقتي ان شاء الله، ان شاء الله يجي. ليه؟ ليه؟ قولي بابا. يا دلع يا دلع، الموضوع خطير خطارة، جميل جمال، لذيذ لذيذ. بصوا حاجة في قلبك. البيتزا دي مش بتنزل في قلبي مش بتنزل في عندي، بتنزل في قلبي. انا بصراحة تسلم ايديا وتسلم عينيا، ربنا يهنيني ويخليني لنفسي. نعم. لما حد يفصلك من كل حاجة، هروح هخلي جوزي ياكل عشان هو مستعجل وعايز يمشي، وانا بصراحة مأخرة بقالي حبة، ونرجع نكمل باقي مع بعض. وصلوا على النبي كتير. تسلم ايدي والله، خرجت التانية الحمد لله. ازيكم يا حلوين؟ دلوقتي انا النور قطع زي ما انتوا عارفين، وكمان البنات لسه بيفطروا جوه. حد يفطر بيتزا ده مش اما الغدا هيكون ايه؟ لا ما بصوا، هما الفطار بتاعهم عباره عن نقنقه لكن الفطار لازم يبقى حاجه كده، لان انا بناتي بيقعدوا حبه على ما ياكلوا، مش كل شويه يقولوا عايزين ناكل. فده سبب من الاسباب اللي يخليني اول ما يقولوا جعانين اعمل لهم حاجه تكون فيها كذا حاجه، فيها الخضار وفيها البروتين وفيها يعني اكتر من حاجه مفيده في نفس الوقت. هما بيحبوا يحطوا عليها بقى ايه الصوصات والكلام ده، فبياكلوها. وساعات بغطي بالصوصات الخضار. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده اولا. وثانيا وهو الاهم، لا عجبتني نفسي فخدت لي صوره. ثانيا وهو الاهم، انا لقيت في النص وانا براجع الفيديو دلوقتي، بما ان النور قاطع مش عارفه اعمل حاجه، ان في اللهم صل على النبي مقطع صوته واطي. قلت همسحه، بعد كده قلت لا خلاص احنا اهل، والمره الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هظبط الزاويه بتاع التصوير. احنا ظبطنا الاضاءه، هظبط زاويه التصوير، وان شاء الله ان شاء الله اقدر اجيب ستاند يكون حلو. لان انا كل اللي جبتهم كانوا عباره عن حاجات رديئه، مع انها اسعار مش قليله. زاويه التصوير واوضح تفاصيل معينه عشان تكون مفيده. تمام. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا في غسيل عايز يتلم، في غسيل عايز يتطبق. وريته لكم امبارح، مش عارفه وريته لكم امبارح ولا ما وريتهوش، بس تقريبا وريته لكم امبارح. وقولوا لي لو عجبتكم فكره ان احنا نعمل الفيديوهات كده من غير ما اسجل، اكون مرتبه كلام وكده ولا لا، علشان انا كده حاسه ان انا معاكم اتكلم مع حد. لكن في الاول كنت بحس ان انا رسميه قوي وبتكلم في موضوع خارج الموضوع وحاجات كده.
الدنيا حر، الدنيا حر والشمس سخنه جدا ومفيش مروحه تهون، مش عارفه افتح الباب عشان اصلوها. والله يعين ويساعد. وحشني الكلام معاكم جدا جدا جدا. ايوه وحشك خالص. فانا كنت عايزه اتكلم معاكم في كذا نقطه، فهفصل دلوقتي اشوف العيال عملوا ايه في الاكل ليكونوا بهدلوا الدنيا. هم اكيد بهدلوها، بس بخلي مساحه للبهدله وان يغلط ويتعلم. بحاول ان انا اكون اصلح من نفسي اي اخطاء انا بشوفها مع نفسي، ان انا طول الوقت عايزه شده وحزم ولا ما تعملوش كده، لا لازم النظام على طول. محدش هيمشي بنظام على طول، محدش طول الوقت هيكون مظبط، محدش طول الوقت هيكون قادر يسيطر على كل حاجه في الدنيا. فده اولا. ثانيا وهو الاهم، لا والله يا جماعه انا بحب ربنا يخليني ليا. بس يا ماما، بس يا حبيبتي. فزي ما قلت لكم بقيت مؤخرا بسيب مجال للغوصه وللبهدله. كده كده احنا بنروق، كده كده احنا بننظف، كده كده احنا بنظبط. فما فيش مشكله من لما يكون هم استمتعوا او كانوا بحريه، كانوا من غير ما يكونوا باصين عليكي ومتابعين. ماما هتزعق، ماما هتقول، ماما هتعمل. خليهم يكونوا عارفين ان انت مش راضيه عندها، بس يعني ان احنا نسيب الحبل السنه علشان الموضوع يكون يعني يكون لذيذ، ما يكونش العلاقه كلها تنشنه وعصبيه وغضب. موضوع المفروض يكون استمتاع اكتر من ان هو حساب وعقاب. فصلوا على النبي كتير، وحدوا الله. مش تعملوا لايك، قليله الادب بنوتي اللي عملت كده. فصلوا على النبي كتير وحدوا الله، وشجعوني بلايك، وصلوا على النبي في الكومنتات علشان انا اخد حسنه وانتي تاخدي حسنه، وكل من قرأوا انتي ليكي الاجر والثواب. امر الله، نساعد بعض على الطاعات ونطلع من الفيديو باي حسنه علشان نكون سبب ان احنا نعين بعض. وكمان ما تنسوش تشتركوا لو انتم مشتركتوش، وتشجعوني جدا. انا بشوف مشاهدات على الريلزات بس التفاعلات ضئيله جدا. فان شاء الله الفتره الجايه هنحاول نصلح ونظبط. انا مش عارفه ليه، مش عارفة يعني، حاسه ان انا مش الحر عصبني. انا هاديه. انا بحاول اقول لنفسي كلام حلو لاني مش هستناه من حد، لاني عمري ما هطلب حاجه من حد. انقذت موقف لسه البواقي بتاعته قاعده، فقلت هكمل معاكم عشان اقفل التليفون بالمره، عشان انا قلقانه لا يفصل شاحن، لان النور شكله مطول معانا النهارده. فربنا يعيننا ويقوينا. والحر الحر فظيع فظيع. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. فربنا يعيننا ويقوينا. و عايزين نكون دعم لبعض، مش عبء على بعض. صلى على النبي وحد الله، وهنشوف نكمل مع بعض ولا يكون ده حسن الختام. الحاجات اللي مؤخرا عملتها مستلطفاها، فقلت بما ان الدنيا واقفه فقلت نستفيد شويه ونقرا صفحه ولا اتنين. هقعد هنا. هاي، ده كان فيديو عندي متسجل لما روقت الدواليب وطلعت الصيفي ودخلت الشتوي، بس صراحه ما نزلتوش في وقته لاني كنت مكسله جدا. عارفين لما تعملوا حاجه وانتوا مش قادرين تكملوا؟ يعني انا صورت بس ما قدرتش امنتج وما عرفتش اظبط كذا حاجه مع بعض. وصلوها دلوقتي طالبه معاه زن بيزن خالص، وسوسو كمان. الله يكون في عون كل ام، والله العظيم الموضوع مش هين ولا سهل. فنستعين بالله، والحمد لله الحمد لله على كل حال. انا قلت هنجمع الفيديو عشان محتاجه ان انا انزل فيديو قريب، عشان بقالي فتره ما نزلتش فيديو. فهستنى بقى النور يجي والنت يتظبط ويا رب يا رب يحمل على خير، وهعرف انزله لكم النهارده ان شاء الله باذنك يا رب. فبدات ان انا طلعت كل الفيديوهات ونفضته ومسحته. وبعد كده فرشت الطرحه دي تاني، طرحه قديمه، وبدات استخدم الحاجات اللي انا مش هيحتاجوها الفتره دي خالص. وابتديت اظبط بقى الاصغر فالاكبر، يعني الحاجات الصغيره في الاكبر يعني ايه، علشان اللهم صل على النبي الموضوع يكون مترتب شويه، علشان ابقى عارفه السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان حيانا الرحمن اكون عارفه هستغنى عن ايه، وايه الحاجات اللي انا هكون يعني هتكمل معانا. فهنا صالح مرضيش ان خلينا نكمل ودخل قاعد في الدولاب،
وكل ما احط حاجه اروح حادفها لبره. فنستعين بالله كده ونصلي على النبي ونتغاضى عن كل الحاجات اللي بتوقفنا، لان احنا محتاجين نكمل. دي كانت هدوم البنوته الصغيره لميتها على بعض، وده الرف بتاع البنوته الكبيره. انا السنه اللي فاتت كنت عامله لكل واحده الرف اللي هي فيه، يعني الرف اللي في الاخر خالص ده اللي من تحت للبنوته الصغيره، الصيفي كان بيبقى من قدام والشتوي من ورا، والبنوته الكبيره هكذا. السنه دي عملت العكس، جمعت الشتوي كله مع بعض، بس كل واحده صف معروفه هدومها، والصيفي حطيتهم مع بعض وبرده معروفه هدومهم. وفي حاجات بيشاركوها مع بعض، لان المشاركه حلوه وبتعلمنا ان احنا يعني ما نكونش انانيين، وان احنا حب امتلاك وكده. بحاول والله. فهنصلي على النبي وصالح كان كل شويه ياخد الستاند، وبنكون هنا كنا بنتخانق عليه انا وهو، هو عايز ياخده وانا مش عايزه اخليه ياخده. فالحمد لله على كل حال. كل الحاجات اللي صغرت برضو ركنتها لحد ان شاء الله ما اشوف لها ايه مخرج كده يكون وقتها. بص وصالح انا المفروض الهدوم دي متطبقه كنت حاطاها فوق بعضها، عملها فرش في الارض. فربنا يهديه ويصلح حاله ويبارك في اولادنا وفي اعمارهم يا رب، ويرزقنا برهم ويرزقهم برنا بحق لا اله الا الله. بحاول ان احنا نكون احنا ده شبه بعض في كل حاجه، مفيش بيت مش شبه التاني. والله البيوت اللي واو والبيوت يا عيني عليها دي كله شبه بعض، بس اختلاف في الامكانيات بسيطه، اختلاف في الطريقه، في التعامل، في كده. التظبيط فن، مش عن صح ولا لا؟ صلى على النبي كتير وحد الله. هنا انا كان عندي مفارش للدواليب، بس لما العيال كبروا كانوا عشان يتسلقوا الدواليب فكانوا بيمسكوا فيها فكانوا بيقطعوها. وصراحة انا ما جبتش تاني لان هم لسه صغيرين، يعني اي نعم الكبيرة كبرت بس الاصغر منها بقى المراحل دي لسه بتقطع وكده. فصراحة مش هتجري في الخسارة يعني، حرام. الطرحة ما قالتش لا، والكرتونة اللي فوقيها ما قالتش لا، وكيس مخدة بتاع صالح ما قالش لا، وهكذا. خلصت الشتوي اللي من تحت ورحت جايبه قماشه كده مش محتاجاها، ورحت مغطيه بيها ودبستها كويس عشان ايه صالح ما يطلعش اي حاجه، لان كل شويه بيجيب لي هدوم يطلعها لي في الصاله. وده الرف بتاع البنات وبتاع صالح ابتديت ارتب فيه برضو، ركنت الحاجات وظبطت الدنيا وكده. الفيديو يكون خلص وهنستكفى كده النهارده، وان شاء الله نكمل مع بعض في حاجات جايه. سلام.